حبة الكلفة هما رجالة. لو انا هحطهم لفرد الحمام، هحطهم لفرد الحمام ومش هيعمل اللي انا عايزه، يبقوا خسارة فيه وما يقعدش فيها ولا يوم، ما يقعدش فيها ولا يوم. لكن لو انا بحطهم لك وبتطلع تكيفني وتعمل اللي انا عايزه، يبقى بعد ما تخلصهم هكافئك وهحط لك حبة تانيين، هكافئك وهحط لك حبة تانيين. لكن لو انت عندك الحمام بتاعك يا باشا كل يوم طالع نازل وبتطلع تكلفه مع الفاضي ومش مكيفينك ولا مستفاد منهم، هد الراس يا باشا وابدأ من جديد بحاجة تكيفك وتشرفك. الفيديو ده اهداء لاخواتي وحبايب قلبي عشاق النش في جمهورية مصر العربية. انا هوريك يعني ايه مشي حمام والحمام بيمشي على جنابه لحد ما يختفي من عينك ويطلع ياخد في منطقة بره، وانت ليك حرية الاختيار. لو عجبك الفيديو انزل صلي على الحبيب، مش مطلوب منك اكتر من كده. غية الحمام متعتها في انك تطلع بره منطقتك وتاخد مع غواي بره، مش تفضل في منطقتك فوق دماغك. وصلت يا باشا؟ غية الحمام اصول ونش، هي متأسسة على النش. البوظان ده بند تاني، بس هي الغية متأسسة على النش، انك تطلع تاخد في منطقة بره، تصنع حمامتين يمشوك تطلع تاخد بره لو ما عندكش حمام بيمشي. اما اللي احنا بنقوله الجرارات وفي طريقة الزغاليل، ايه اللي بيخلي الجرارات تطلع؟ لما انت بتبقى عامل الاصول مع فرد الحمام، وفرد الحمام من صغره يبقى متأسس ويصنع لك جرارات في قلب الحمام. ما عندكش جرارات، اشتري لك كام واحدة تشارة يا باشا وصنعهم وخليهم يمشوك، مش عيب. المهم اللي انت تمشي. وصلت يا رجالة؟ يلا نتفرجوا على الفيديو اللي انا عامله لكم الصغير ده ونشوفوا مشي الحمام عامل ازاي. اللي يقولك انت فيك وفيك قوله ليا مش ليك وما يخصكش، كل واحد ادرى باللي بيعمله. يلا بينا يا رجاله. كده هم اختفوا رجاله، كده هم اختفوا. Do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.